تخيل ان قدامك دلوقتي اكتر من 500 قطعة معدنية كلهم مفكوكين ومترميين قدامك، والمطلوب منك انك تجمعهم، وده كله عشان ترجع الحياة لواحد من اعظم المحركات اللي اتعملت في تاريخ بي ام دبليو. احنا بنتكلم عن الاس كيست 5، القلب النابض للام 3 اي 92، محرك 8 سلندر تنفس طبيعي، والار بي ام بيوصل لحد 8400 لفة في الدقيقة. المحرك ده وهو ستوك بيطلع 420 حصان، لكن بعد تعديلات عليه يقدر يكسر حاجز ال 700 حصان بدون اي مشكلة. واحنا لاحظنا ان 95% من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش عاملين سبسكرايب للقناه، فلو المحتوى بتاعنا عجبك اعمل سبسكرايب للقناه لان ده بيحفزنا نعمل فيديوهات اقوى. البدايه كانت مع البلوك الفاضي تماما بعد رحله تنظيف عميقه. اتاكد ان مفيش ذره تراب واحده جوه مسارات الزيت، لان في المحركات دي النظافه مش رفاهيه، دي مساله حياه او موت للمحرك. اول خطوه فنيه كانت تركيب رشاشات تبريد البساتم، ثبتها بمسامير صغيره بس دورها حيوي، وبتتربط بعزم خفيف جدا حوالي 6 نيوتن متر، ولازم يتحط لها مانع انزلاق عشان ما تتحركش مع الاهتزازات. ودلوقتي جينا للجد، تركيب عمود الكرنك، وده يعتبر العمود الفقري للمحرك. كتالوج الصيانه بيحذر من استخدام مسامير قديمه لربط قاعده الكرنك، وده غالبا لان المسامير القديمه حصل لها عمليه تمدد في المصنع، فمش محتاج تعمل ده تاني. هنا قرر يستخدم سبائك رياضيه من نوع كين جريس بيرينجز السلسله السوداء، وده اختيار للمحترفين عشان تستحمل ظروف التشغيل القاسيه. بس قبل ما يقفل نهائي كان لازم يعمل اختبار القياس، وده اختبار بيقيس الخلوص بين الكرنك والسبيكه. لو الخلوص واسع ضغط الزيت هيضيع والموتور هيطلع صوت، ولو ضيق الكرنك هيقفش. العمليه دقيقه جدا. ركب الكرنك ناشف من غير زيت. الموتور ده تصميمه مختلف، مفيش هنا كراسي كرنك منفصله زي العربيات العاديه، لا ده نظام اسمه بيت بليت، يعني نص الموتور اللي تحت عباره عن حته واحده بتمسك الكرنك، وده بيدي صلابه خرافيه للموتور عشان يستحمل الار بي ام العالي. نظف مكان السبايك بسكوتش ناعم جدا عشان يشيل اي بقايا قديمه. رش سيليكون سبراي على السبيكه قبل ما يحط شريط القياس، عشان لما يفك شريط القياس ما يلزقش في السبيكه ويكون صعب في التنظيف ويبوظ القرايه. تركيب البيت بلاد ده عمليه جراحيه، مسامير رئيسيه M11 ومسامير جانبيه، وكل مسمار ليه ترتيب معين في الربط وعزم محدد بالملي. ربط مسامير M11 بعزم 30 نيوتن متر الاول وبزاويه 130 درجه، ولو غلط في الترتيب البيت بليت ممكن يقوس منه. كان بيعلم بالقلم على كل مسمار يربطه عشان يضمن ان مفيش مسمار اتنسى، لان الغلطه هنا تمنها موتور كامل. وبنفس الخطوات عملها في المسامير الجانبيه. دلوقتي هيفك كل ده تاني عشان يشوف نتيجه القياس. الخلوص المسموح بيه من 3 من 10 ل 5 من 10 مللي. القرايه بتقول انهم بين الرقمين دول بالظبط، يعني كده هم في الامان والسبايك دي ممتازه يشتغلوا بيها. دلوقتي وقت الجد والتقفيل النهائي. هيحط شحم تجميع وينزل الكرنك لاخر مره، وهيرجع كل قطعه في مكانها ويربطها بنفس الطريقه اللي شفناها في الاول. بعد ما الكرنك ثبت في مكانه وبيلف بنعومه زي الحرير، جه وقت تركيب الاويل سيل او مانع التسرب الرئيسي الامامي والخلفي عشان يمنع اي تسريب للزيت. ركب الجنازير والترس، وفي بنز لازم يبات في مكانه في الكرنك. التوكيل بيبيع اداه مخصوصه لتركيب الاولسي ده بسعر خرافي، بس هنا بتظهر الخبره في ايجاد البديل. بدل ما يشتري الاداه الغاليه استخدم مسمار طويل وجلبة كبس عشان يكبس الاولسي مكانه بالتساوي. الجزء ده وظيفته انه بيزق الاولسي المطاط ويدخله في مكانه في جسم الموتور بشكل مستقيم ومتساوي تماما، عشان لو ركب مايل ولو بملي واحد الزيت هيسرب. وفي الاخر ركبه عدل ووفر مئات الدولارات. عشان يركب السيل الخلفي كان لازم يرفع البلوك التقيل ده من على الحامل ويحطه على المكتب، عمليه فيها مخاطره بظهره وبالموتور نفسه لو وقع، بس في الاخر بيستقر على المكتب بسلام. نفس الكلام في السيل الخلفي، هيستخدم السيل القديم كانه هو اللقمه اللي هيدق عليها عشان يثبت الجديد مكانه. نرجع تاني لكابوس البيت بليت. عشان القطعتين المعدن يلحموا في بعض وما يسربوش زيت لازم يحقن ماده عزل خاصه جدا. الماده دي بتنشف على طول مجرد ما الهواء يتقطع عنها، والحقن بيتم من بورتات جانبيه ضيقه. بيحقن الماده العازله لحد ما يلاحظ انها خرجت من جنب البلوك. عمل نفس الكلام مع الجنب التاني، لازم الماده تطلع من الفتحات الصغيره اللي ورا وقدام، لان لو ما طلعش يبقى مفيش عزل، وكده الموتور ده هيسرب زيت وهو لسه زيرو. دلوقتي الموتور جاهز يستقبل احشائه الداخليه. البساتم جايه عشان تستحمل ضغط عالي. الكون رودز او ازرعه التوصيل وضعها تمام وهتكمل، بس البطل الحقيقي في التجميعه دي هو البيرنجز او السبايك. محركات الاس كيست 5 والاس 85 مشهوره بعيب مصنعي. السبايك بتتاكل بسرعه وبتدمر المحرك، عشان كده اختار نوع سبايك بيئي مخصوصه. دي معموله بخلوص اوسع عشان الزيت يعدي براحته ويبرد المحرك. مشكله محركات الام 3 ان خلوص السبيكه ضيق جدا، وده بيخليها تتاكل بسرعه والمحرك يتهالك اسرع. اما القطع اللي هو اشتراها مخصوص عليها طبقه حمايه بتستحمل حمل زياده بيوصل ل 30%. ازرعه البساتم دي معموله بطريقه الفراكشر سبليت، يعني مقطوعه من المصنع بطريقه دقيقه. الخشونه دي بتخلي الغطا يطبع مكانه وكانه قطعه واحده مع الدراع، عشان كده كل غطا ليه اتجاه واحد ومكان واحد وما ينفعش يتبدلوا. نظف مكان السبيكه بسكوتش برايت، ودلوقتي هيجمع البساتم مع زراعه توصيل. التركيز هنا لازم يبقى 100%. الموتور ده V8، يعني عندنا صف يمين اللي هو بانك 1 وصف شمال اللي هو بانك 2.
اتجاه تركيب البستم والدراع بيختلف حسب الصف. الغلطة هنا معناها إن البستم هيخبط في الموتور ويكسره أول ما يدور. تركيب تيلة البنز دي عملية محتاجة صبر وتركيز عالي، لأن لو التيلة دي طارت منك وأنت بتركبها ممكن تطير عينك. نضف بنز البستم وبعد كده شحمه، وبدأ يشحم كل الأجزاء عشان هيجمع البساتم، وبعد ما جمعهم شحم السلندر هو كمان. نيجي لأهم مرحلة فنية، قياس خلوص الشامبر أو الرنج. الشامبر ده رغم انه رفيع جدا وسط كل القطع العملاقه دي، الا ان من غيره المحرك هيحصل فيه مشاكل كتير وما يشتغلش. هو اللي بيحبس الضغط جوه غرفه الاحتراق، يعني بيجبر قوه الضغط انها تنزل البستم لتحت. كمان بيمنع الزيت انه يطلع فوق يتحرق مع البنزين. فانت لو بتعاني من مشكله نقص الزيت في عربيتك فممكن يكون بسبب ان الشامبر محتاج يتغير. الشامبر لو واسع الموتور هياكل زيت ويدخن، ولو ضيق الشامبر هيتمدد مع جدار السخونيه ويمسك في جدار السلندر ويكسره. بعد ما اتاكد من المقاسات بدا يركب الشامبر على البستم، ولازم يراعي توزيع الفتحات، يعني فتحه الشامبر الاول ما تكونش فوق فتحه الشامبر الثاني. لازم يلفهم بزوايا 120 درجه عشان يعمل متاهه للزيت وما يعرفش يهرب. وعمل كده في الثمان بساتم. قبل ما يركب البستم في مكانه عمل حركه ذكيه، هيركب السبايك في ذراع التوصيل. هنا النظافه اهم من الشغل نفسه. لازم مكان السبيكه في الذراع والكاب يكون جاف تماما ومفيش ولا نقطه زيت. هياخد السبيكه السفليه يحطها في غطا ذراع التوصيل، والعلوي في الذراع نفسه. اهم حاجه ان الطوق يركب في مكانه. وفي المسامير جاب شحم تجميع وحط على سن المسمار وتحت راس المسمار بالظبط عشان قراءه العزم تطلع دقيقه 100%. جاب اداه ضغط الشنابر ومسحها بالزيت وركبها، خبط عليها خبطات خفيفه لحد ما جسم البستم ظهر له من تحت. بيجيب شريط لاصق وبيغطي بيه حواف ذراع التوصيل عشان هو بيركب البستم الدراع ما يجرحش جدار السلندر. دي تفصيله صغيره بس بتحمي الموتور. زود زيت جوه السلندر واتاكد ان السهم اللي على البستم بيشير لمقدمه المحرك. قلب الموتور وهو متثبت على الحامل وركب البستم المقابل. استخدم شريط القياس ولازم يتاكد ان رقم الكاب مطابق لرقم الذراع. في الاخر ربط مسامير ARB بالعزم المطلوب. رجع تاني لشريط القياس. الخلوص المناسب لسبايك المصنع 3 من 100 مللي، اما السبايك اللي معاه بتدي خلوص 6 من 100 مللي، وده احسن بالنسبه للمحرك لانه هيسمح بمرور كميه زيت اكبر حوالين الكرنك. وده حيوي جدا لما نستخدم زيت تقيل للام 3 عشان التبريد. شال شريط القياس ومسح مكانه بفوطه كربون، وهيبدا يستخدم شحم التجميع عشان يقفل. هيزود السبيكه زيت ويطبق الارقام ويربط المسامير. في ربط المسامير اللي زي دي ما تربطش الاول بمسدس هواء. ابدأ بإيديك الأول عشان تتأكد إن السن راكب صح وبعدين كمل. بعد التربيط النهائي الموتور اتحول لشواية فراخ حرفيا، بيلف بنعومة والبساتم سلسة جدا في الحركة من غير أي مقاومة. المنظر ده لوحده مكافأة لأي ميكانيكي. وعمل نفس الخطوات مع باقي البساتم. قبل ما يركب وش السلندر لازم يخلص الرفايع، سدادات تصريف المية وصمامات عشان الزيت ما يرجعش للكرتيرة والموتور مبطل، وكمان موجهات الجنزير. القطع البلاستيك دي بتبان بسيطة بس لو واحدة منهم مركبتش مكانها صح سير الكاتينة هيختل والمحرك هيدمر نفسه. نيجي بقى للتحفة الفنية وهي وش السلندر. الوشوش دي مش مجرد اتنضفت وخلاص، دي اتبعتت لشركة متخصصة في بولندا عشان يتعمل لها بورتنج أو توسيع لمجاري الهواء. المصنع كان سايب عيب قاتل في فتحات الشكمان، كان فيها حتة بارزة بتخنق خروج العادم. الشركة دي شالت الزيادات ونعمت المسارات وعدلت زوايا الصبابات ب 30 درجة زيادة. التعديل ده هيخلي الموتور يتنفس أحسن بكتير من الستوك، وده غالبا السبب إن مواتير الام 3 كان بتطلع هورس باور أقل من اللي في الكتالوج، بس النسخة دي هتدي أداء مرعب. جوان وش السلندر الأصلي ركب والسطح اتنضف بالكحول، ودلوقتي نقدر نودع البساتم والسلندرات. ربط وش السلندر ده يعتبر تمرين جيم لوحده، 40 نيوتن مبدئي وبعدين لفتين كاملين بزاوية 90 درجة لكل مسمار. الترتيب هنا أساسي يكون من جوه لبره، لو ربط عشوائي وش السلندر هيتعوج والجوان هيبوظ تاني يوم. وهو بيقفل ظهرت مشكلة الليفترز أو كوبايات الصبابات، مش موجودة جديدة في التوكيل ولا في أي حتة تانية. اضطر ينظف القدام ويركبهم تاني بعد ما اتأكد إنهم سلام. تركيب الكامات محتاج دقة عالية، لازم تظبط الكرنك 10 درجات قبل النقطة الميتة العليا عشان الليفترز متخبطش في البستم وهو بيربط. الكامات اللي ليها اتجاهات بحرف الإي يعني إنتاج دخول البنزين، والإي يعني إكزوست خروج العادم، ودي اختصار لكلمات ألمانية. الغلطة في الحرف معناها انك بتركب الشكمان مكان البنزين ودي كارثة. التربيط لازم يكون بالتساوي واحدة واحدة عشان عمود الكمامة ما يتكسرش لانه من الظهر وناشف جدا. كده الوشوش اتقفلت والموتور بدأ يظهر له ملامح، بس لسه التايمنج او التقسيمة وده لوحده قصة تانية. دلوقتي وصلنا لوحدات الفانوس، النظام اللي بيصنع هيبة وشخصية الBMW، بس المصنع كان سايب هنا كارثة. أغطية السوست معمولة من البلاستيك، مع الوقت والسخونية البلاستيك ده بينشف ويتكسر ويدخل جوه المحرك يسد مضخة الزيت والمحرك يتدمر، فهو مش هيخاطر. جاب أغطية معدنية عشان يحل المشكلة دي للأبد. ده تعديل بسيط بس هو ده الفرق بين موتور بيعيش 20 سنة وموتور بينفجر بعد شهر. تركيب فانوس هنا مش مجرد ربط مسامير، دي قصة كبيرة. أولا المسامير دي سنها عكسي، يعني عشان تربط لازم تلف المفتاح ناحية الشمال عكس كل المسامير.
ثانيا طريقة الربط التعجيزية، بتربط الأول 10 نيوتن بعدين 20 بعدين 80، وفوق كل ده لازم تلف المسمار زاوية 200 درجة، وبعد كل ده تفك المسمار تاني وترجع تربطه 10 نيوتن بس. طب ليه اللفة دي كلها؟ ده كله عشان يطبق طريقة الاسترتشنج أو التمدد، يعني بيمط المسمار عشان يمسك في مكانه وما يفكش أبدا مهما حصل. بعد ما خلص تقفيل جه وقت إنه يشوف اختبار التوقيت، لازم يلف المحرك لفتين كاملين بإيديه ويرجعه للنقطة الميتة العليا. لو في أي غلطة الصمامات هتخبط في البساتم ويسمع صوت، وأدوات التوقيت مش هتركب مكانها تاني. بس في النهاية الموتور لف بنعومة وكل حاجة كانت مظبوطة. بعد ما اطمن على نظام التوقيت قلب المحرك عشان يأكد على مضخات الزيت ويقفل كارتيرة الزيت. المحرك ده فيه مضختين، واحدة أساسية بتضخ الزيت لأجزاء المحرك، وواحدة للسحب بتجمع الزيت وترجعه بسرعة للكارتيرة. والنظام ده بيضمن استمرار التزييت وما يحصلش أي انقطاع مع السرعات العالية. كل حاجة جديدة، الجنازير والتروس ما عدا الشدادات اللي حالتها كانت ممتازة. تركيب مضخة الزيت هنا مش مجرد فك وربط، هنا لازم يظبط الباكلاش، وده مصطلح فني معناه الخلوص أو المسافة بين سنون الترسين. الموضوع حساس جدا، لأن لو الخلوص ده مشدود زيادة التروس هتتعوج وتتآكل بسرعة، ولو واسع زيادة هيعمل صوت ويأخر بناء ضغط الزيت في المحرك. الكتالوج بيطلب خلوص دقيق جدا من 6/100 ل 8/100 ملي، وعشان يظبط رقم ميكروني زي ده العين المجردة مش كفاية، كان لازم يستخدم دايل انديكيتور. استخدم مطرقة كاوتش وبدأ يخبط خبطات خفيفة جدا عشان يحرك جسم المضخة أجزاء من الملي، وعينه متثبتة على عقرب الساعة لحد ما المؤشر وقف على 8/100 بالظبط. ولزيادة التأكيد قبل ما يربط المسامير لف الموتور نص لفة ورجع قاس تاني، وبرضه النتيجة كانت هي بالظبط. كده التروس مربوطة مظبوط ويقدر يربط وهو مطمن، رغم ان الكتالوج ما طلبش، بس هيحط نقطة مثبت صواميل، لان المسامير دي لو فكت جوه الكارتيرة المحرك هيدمر نفسه. دلوقتي بيقفل الجزء السفلي من المحرك، بيركب كارتيرة الزيت، وزي ما اتعودنا ان النظافة في تركيب الاجزاء دي بيكون شيء اساسي، لان مفيش جوان او جاسكت والاعتماد كله على السيليكون. اي نقطة زيت زيادة على السطح هتخلي السيليكون يفشل ويسرب زيت. حساس مستوى الزيت رجع مكانه، والمسامير اتربطت بعزم 10 نيوتن، وكده الجزء السفلي للموتور بقى جاهز 100%. قلب المحرك تاني، دلوقتي هيركب أغطية سلسلة التوقيت بجوانات جديدة، ومعاهم بلوف الفانوس بعد التنظيف وتغيير الجوانات. ركب عدة فلتر الزيت بجوان وفلتر جداد، وحساس ضغط زيت جديد. الخطوة الجاية هتكون صعبة شوية. بكرة الكرانك المسامير بتاعتها بتكون توك تيل بولتس، يعني قابلة للتمدد ولازم تتغير. المشكلة انه عشان يربطها بالعزم المطلوب لازم يكلبش الكرانك عشان ما يلفش معاه. التوكيل عنده أداة مخصوصة بتركب البكرة دي بسهولة، بس طبعا الأداة دي مش معاه، بس عرف يتصرف وجاب حامل البكرة من محرك M54 وعدلها وسندها بماسورة مصدية في الأرض، وبالطريقة دي المسامير خدت العزم بتاعها والزاوية ال 40 درجة كمان. مضخة المية والكوع والترموستات كلهم ركبوا بجوانات ووشرات نحاس جديدة. ركب كل البوجيهات الجديدة. أغطية اتجاهات الاستوك كانت مغنيسيوم، وده معدن سيء جدا، مع الزمن بيقشر والدهان بيقع جوه المحرك وبيسد مصفى الزيت. فجاب كت ألمونيوم غالي، بس دول هيعيشوا أطول من العربية نفسها، وشكلهم في البلوك هيبقى حلو جدا. حط سيليكون في الزوايا مكان التقاء غطا التوقيت مع الراس. ركب الأغطية والعزم بتاعهم كان خفيف جدا حوالي 6 نيوتن. جينا للمباين، هو قرر يركب القدام تاني لأن الوحدة الجديدة تمنها 290 دولار، يعني الكت الجديد هيعدي ال 2000 دولار. المباين أو الكويلات دي مش عادية، دي فيها تكنولوجيا اسمها اين سينسينج، يعني مفيش نوك سنسورز في المحرك ده. النظام ده بيقيس مقاومة التيار جوه غرفة الاحتراق نفسها عشان يعرف لو في ديتونيشن حصل، وده أدق بكتير من السنسورات الخارجية اللي بتسمع الصوت بس. تكنولوجيا عبقرية بس مكلفة جدا في الصيانة. الألمان لازم يسيبوا التاتش بتاعهم. مسامير حساسات الكامة صغيرة جدا، ورغم ده الكتالوج بيقول اربطها ب 4 نيوتن وبعدين زاوية 45 درجة. ما كانش عارف ليه التعقيد ده، المسمار بيمسك حساس بلاستيك، بس نفذ التعليمات بالظبط واستخدم عينة عشان يظبط الزاوية. وبعد ساعات طويلة من التجميع ومئات المسامير اللي اتربطت بالمايكرون نقدر نقول ان المحرك الاس كيست 5 الفي 8 رجع قطعة واحدة وبقى تحفة فنية جاهزة للدوران. دلوقتي هيبدأ يرجع المحرك في قلب الام 3. رفع المحرك وبدأ يربط المسامير المثبتة المحرك في السب فريم. المسامير دي اللي شايلة المحرك والعفشة، فلازم يربطهم بعزمهم المظبوط، بكده يكون المحرك ركب في مكانه. منظر الفي 8 جوه الحوض ده يستاهل برواز. دلوقتي هيبدأ في توصيل كل خراطيم التبريد والضفيرة الرئيسية. وصل كل الفيش في علب الفيوزات، وركب الخرطوم الواصل بين المحرك وقربة مية التبريد، وكمان وصل خراطيم مبرد الزيت. نظام التبريد بالكامل جديد، مبرد CSF ومضخة مية جديدة وخراطيم وحساسات، وقدر انه يركبهم بسهولة. قبل ما يدور لازم يتخلص من البنزين القديم. فصل حساس الكرنك عشان المحرك ما يلقطش ويدور، وفصل فيوز مضخة البنزين، وهيوصل خرطوم خارجي ويشغل المضخة عشان يسحب البنزين القديم كله. ومع زيوت التليين هيستخدم لزيت الموتور زيت تليين مخصص بيساعد الرنجات انها تطبع مع السلندرات احسن واسرع. سعة الموتور 8.8 لتر،
فهيحط 9 لتر عشان يعوض الفلتر. ولزيت الفتيس هو قرر انه يخرج عن النص وهيعمل ميكس هو متعود عليه، 50% زيت اوتوماتيك ATF عشان النعومه وهو بارد، و50% MTF زيت مانوال عشان الحمايه وهو سخن. بس خلي بالك الخلطه دي لمسه خاصه منه مش توصيه من المصنع، فبلاش تجربها في عربيتك الا لو دارس نوع فتيسك كويس. دلوقتي اهم لحظه قبل التدوير وهي تحضير الزيت. فصل فيوز مضخة البنزين وحساس الكرنك عشان العربية متلقطش، وهيشغل مارش عشان مضخة الزيت تشتغل وتحرك الزيت لكل جزء في الموتور. لو دور والمحرك ناشف السلندرات هتتجرح في ثانية. اتأكد ان الزيت وصل لكل جزء في المحرك اما اللمبة طفت وكده المحرك جاهز انه يدور. حط 40 لتر بنزين وتأكد ان كل الأنظمة متوصلة. ودلوقتي اللحظة اللي هيشوف فيها نتيجة تعبه. دخل العربية وشغل المحرك واشتغل معاه من أول مرة. المحرك اشتغل من غير أصوات غريبة ومن غير دخان، وكمان مفيش لمبة تشيك انجن. الصوت ناعم ومخيف في نفس الوقت. بعد ما اتأكد ان الموتور سليم ومفيهوش أي مشاكل راح يعمل داينو عشان يعرف وحش زي ده بيطلع كام حصان على الأسفلت. راح مركز انفينيتيس وأول سؤال سأله المدير المكان الام 3 الستوك بتطلع كام حصان، وقال له ان المصنع بيقول 420 حصان، بس الواقع ان العربيات دي بتطلع في حدود 390 حصان بس العربية اللي معانا ما تعتبرش ستوك لأنه مركب بساتم بضغط عالي وكمان كامات رياضية ووش سلندر معمول لبورتنج وتوسيع لمجاري العادم وسبرنجات وبلوف تيتانيوم، فعلى الورق لازم يعدي 420 حصان. بدأ أول تجربة بالبرمجة المبدئية. والعربية طلعت 415 حصان و389 نيوتن متر عزم. بداية ممتازة لأنه كده عدى أرقام الام 3 الستوك اللي هي 390 حصان. هنا بدأ ماكس المبرمج شغله. المحرك بيتنفس هواء بكميات مرعبة وده بسبب الكامات وتوسيع الوش، وكان محتاج بنزين زيادة عشان يظبط الاشتعال. ومع تاني محاولة العربية طلعت 438 حصان. الهواء الزيادة مع اللفات الزيادة خلى المحرك يتحول لوحش. والمحاولة الثالثة والأخيرة العربية طلعت 442 حصان و417 نيوتن متر عزم. الرقم ده صافي من غير تربو ولا سوبر تشارجر، ولو قارنا النتيجة دي بالواقع الام 3 الطبيعية بتطلع 390 حصان والعربية اللي معانا طلعت 442 حصان، يعني بنتكلم في زيادة صافية بين 50 ل 60 حصان. في الزمن التربو السهل انك تطلع 440 حصان من موتور تنفس طبيعي 4000 سي سي، ودي هندسة بتنقرض ومش هنشوفها تاني. وعشان تطلع 60 حصان زيادة ده إنجاز هندسي ضخم، وده يعتبر اللي شفناه في فيديو النهاردة مع تجميع كل قطعة وربط كل مسمار بعزم محدد، ده غير تفاصيل تانية كتير شفناها. فده كله خلى المشروع نجح بامتياز. الموتور سليم والقوة مرعبة، وكمان صوت الانتيك لوحده كفيل انه يخليك تبتسم طول الطريق. وكده نكون خلصنا الفيديو ده وانا استمتعت بيه الصراحة. فلو انت عجبك الفيديو ما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات وتقول عايز الفيديو الجاي يكون عن ايه. وبس كده، سلام.